فهو ليس إلا حجرا بالنسبة إلينا، لكنه غال لا يقدر بثمن بالنسبة لآخرين. إنه النيزك أو ضيف السماء كما يسمونه هنا، الحجر الذي يلهث وراءه الباحثون إما عن الثروة أو عن الاستفادة العلمية. Da una collaborazione internazionale tra Italia e Marocco. بدأ كل شيء خلال تعاون دولي بين إيطاليا والمغرب. أنا باحث في المجلس الوطني للأبحاث في إيطاليا بمعهد علوم وتكنولوجيا البلازما بمدينة باري. لقد أعددنا تقريرا عن دراسة النيازك بالمغرب، وهذه الزيارة الرابعة التي أقوم بها للمغرب. قمنا بالبحث عن النيازك في صحراء مدينة طاطا خلال زيارتنا الأولى. تتجلى فكرتنا في دراسة العناصر المكونة للنيازك باستعمال تقنية القياس الطيفي للتكسير المستحث بالليزر، وهو التكسير الطيفي للانبعاث البصري الذي يحلل مكونات الصخرة. Che analizza la composizione elementare di una roccia. بجناح النيازك بمدينة الابتكار تستريح قطع النيازك المعثور عليها، وتبقى القادمة من كوكب القمر ومارس وعطارد أغلاها سعرا، نظرا لندرتها وقيمتها العلمية لدى وكالات الفضاء ومراكز البحث، ما يجعلها حلم كل باحث عن النيازك. ومن آخر القطع المعثور عليها قطعة من نوع كوندريت كربونيك، وهي قطعة نادرة غالية الثمن وتحتوي على معادن نفيسة. Sono stato invitato e abbiamo fatto delle escursioni in campo. قمنا برحلة ميدانية وعثرنا خلالها على جزء يزن 5 جرامات من نيزك يصل وزنه إلى 800 جرام. قد تعرف عليه مولود باشيخ من قبل، وقد قمنا بتحليله مع الفريق الإيطالي بقيادة البروفيسور فاني موغيتشيكي من جامعة فلورنسا من أجل تصنيفه على المستوى العالمي وإدراجه في قاعدة بيانات النيازك.